مفيش مرة كده سألت نفسك ليه أسعار الأحجام المختلفة في بيبسي متقاربة مع إن الاختلاف في الأحجام كبير؟ في الفيديو دوت بقى هنعرف الإجابة مع بعض. السلام عليكم، ازيكم يا جماعة، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. دايما كنت بسأل نفسي كده ليه الأسعار بتاعت بيبسي متقاربة مع اختلاف الأحجام الكبير؟ هل الشركة قصدها تخسر ولا إيه النظام؟ فدايما كان عندي اعتقاد كده إن الطعم مختلف في كل حجم، يعني الطعم بيقل كده في كل حجم. فأنا النهاردة جبت تقريبا كل الأحجام بتاعت بيبسي وقلت أجربهم كده وأشوف الطعم مختلف ولا لأ. خلينا بقى نبدأ على طول، بس قبل ما نبدأ انزل اعمل لايك واشترك في القناة لو أول مرة تشوفني. متنساش تتابعنا على انستجرام وفيسبوك عشان تشارك في صناعة المحتوى، ويلا بينا نبدأ. طيب دي الاحجام بتاعت بيبسي. اول واحد طبعا الكنز، ده اصغر واحد فيهم والحجم بتاعه 320 مللي والسعر 9 جنيه. الحجم اللي بعده على طول هو الازازه الصغيره دي، الحجم بتاعها 400 مللي ونفس السعر برده 9 جنيه. فده اول اختلاف في الحجم، الفرق تقريبا 80 مللي ونفس السعر بالظبط. ثالث حجم بقى معانا هو حجم اللتر، ده حجم لتر وبسعر 15 جنيه، يعني الفرق بينه وبين اقرب حد ليه تقريبا 600 مللي وفرق الاسعار تقريبا 6 جنيه. ورابع واحد معانا بيبسي اللتر ونص، ودي برده بسعر 17 جنيه. وشايفين بقى الفرق 2 جنيه بين اقرب حد ليها، وزياده كده مره واحده نص لتر من عندهم، مش عارف ازاي. واخر حجم بقى واكبر حجم بيبسي الاتنين لتر ونص وسعرها 22 جنيه، وبرده الفرق بينها وبين اقرب حاجه ليها حوالي 5 جنيه، والفرق لتر بحاله. وطبعا الفرق في السعر والاحجام باين، مش محتاج مقارنه. هنا بقى اللي هيحدد بالنسبه لي هل في اختلاف ولا لا الطعم. وعشان نقدر نجرب صح جبت كوبايات، حوالي 5 كوبايات، وكتبت عليها كل حاجه باسمها عشان نصب كل حاجه في كوبايتها في وقت واحد عشان ندوق كله مع بعض. وطبعا هفصل بين كل حجم وحجم بشويه ميه عشان اقدر ادوق صح. تعالوا بقى نصب الكوبايات. طيب ناخد اول حاجه الكوبايه بتاعت الكنز ونفتح كده ونصب. ده اول واحد. نيجي بقى ل 400 مللي الازازه الصغيره وبرده نصب كده شويه. هنا بقى شايفين الفوران اكتر، هنا فارت اكتر. نيجي بعد كده لللتر، نفتح كده وبرده نصب شويه. طيب هنا بقى شايفين مفيش فوران خالص، ودي برضو الحاجات اللي بتكلم عليها. يعني كان عندي اعتقاد ان الصودا بتقل لما الحجم بيكبر، فديت تقريبا حاجات تبين الموضوع ده. نيجي بقى لللتر ونص، نفتح برضو كده. هنا شايفين بقى، سمعتوا الصوت؟ تحسوا الصودا كتير. برضو هنا بقى لما صبيت تحس ان الصودا كتير، فمش عارف يعني مرة تلاقي صودا ومرة ما تلاقيش، فالموضوع يعني مش ماسك له حاجة لحد دلوقتي. ناخد بقى اخر حاجة الاتنين لتر ونص. هنا بقى جامدة خالص الصودا. تقريبا دي تاني اكتر واحدة عملت صودا بعد ال 400 مللي. تعالوا بقى ندوق الحجم من الاصغر للاكبر عشان نشوف. نبدأ بقى بالكنز، بسم الله. طعم بيبسي العادي اللي احنا متعودين عليه، يعني اي حد فينا كل تقريبا ما بيحب يشرب بيبسي بيجيب الكنز، الحاجه العاديه خالص. عايز اقول لكم على حاجه، ان درجات الحراره بتاعتهم كلها واحده، يعني كلهم دخلوا التلاجة في نفس الوقت وطلعوا في نفس الوقت. نفصل بقى ببق ميه كده، بسم الله، وندوق 400 مللي، بسم الله. طيب اول حاجه لاحظتها ان هنا لسعه البيبسي نفسه تحسها اقل شويه من الكنز، فتحس ان الصودا يعني اقل شويه كده. خلينا ندوقهم كلهم مره واحده، وبعد كده لو شكينا في حاجه نرجع ندوق تاني. ندوق بقى اللتر، بسم الله. طيب هنا برضو الصودا تحسها اقل شويه كده، بس هو تقريبا نفس الطعم البيبسي كله، بس الصودا هي اللي فيها اختلاف. ندوق برضو اللتر ونص، بسم الله. الصودا بتاعتها كتير باينه واضحه فيها، اكتر من 400 مللي واكتر من اللتر. ناخد اخر حاجه بقى الاتنين لتر ونص، بسم الله. هما تقريبا كلهم نفس الطعم مع اختلاف الصودا، يعني حسيت في 400 مللي واللتر الصودا اقل شويه، وبعد كده الاتنين لتر ونص، واعلى حاجه كانت الكنز، وتاني حاجه كانت اللتر ونص. بس الموضوع ده يعني متعرفش تحدده الا لما تركز قوي في الموضوع. فممكن يعني افسر زياده الحجم الكبير دوت مع السعر القليل ان الازايز اللي بتتعبى فيها وكده تكلفتها اقل، فوصل ان انت بتاخد حجم كبير بتاخد زياده في السعر قليله، لان حجم الازازه كده بيبقى مش بتحتاج ازازتين عشان تعبيها فيهم، بتحتاج ازازه واحده. يعني مثلا لو انت
عندك 2 لتر هتاخدهم في ازازتين ولا تاخدهم في ازازه واحده؟ لو ازازتين تكلفه الازازتين هيبقوا اعلى من ازازه واحده. اتمنى يعني الموضوع يكون واضح، بس طبعا دوت مش عامل رئيسي في الموضوع، بس يعني تقريبا ممكن نحطها في الحسبان يعني. فكده تقريبا يعني مفيش اختلاف في الطعم الا لما تركز قوي في الصودا، وكمان ممكن الصودا يكون عليها عامل التخزين وكده. فاظن يعني في العموم مفيش فرق بين كل الاحجام. وبس كده، اتمنى تكونوا استفدتوا من التجربه. يعني انا كان عندي شك كده ان الطعم مختلف، بس بعد ما جربت النهارده حسيت لا، ان الطعم كده قريب من بعضه وتقريبا مفيش اختلاف. فمش عارف الشركه قصدها تخسر ولا ايه الحسبه بتاعتها، مش عارف بصراحه. وبس كده، يا رب يكون عجبكم الفيديو. لو عجبك الفيديو انزل اعمل لايك واشترك في القناه لو اول مره تشوفني. متنساش تتابعنا على انستجرام وفيسبوك عشان تشارك في صناعه المحتوى. وبس كده، سلام.